من المقالات الجميلة واللي شدت يعني انتباهي كثيرا، واعتبرها من المقالات الذكية الجميلة، اللي هي الحضارم وصناعة النجاح. تكلمت عن الحضارم يعني مقال زي ما يقولون غير متوقع. قصة الحضارم في صناعة النجاح يجب أن تدرس وأن يوقف معها طويلا، لأنها أصبحت أسطورة وظاهرة. يعني ما هي الميزة في قصة الحضارم عن غيرها من القصص؟ الحضارم يا أخي قصة أخرى، والله لست متعصب فقط، ويعني قصدي فقط مجرد التعصب. أقول كلمة حق. الشيخ علامة الجزيرة محمد الجاسر في مقدمة تاريخ الحضارم إدام القوت في أخبارهم منبهر، يقول إنهم يعني شكلوا شيء ظاهر. يسافرون لشرق آسيا، إلى إفريقيا، إلى آسيا، إلى دول الخليج. يسافر الحضرمي، يجي رجل عادي، بعد فترة ينتقل طائرة خاصة، ثم يمشي بنك، ثم يجيب أهل البلد يوظفهم وهو رئيسهم. روح الآن ماليزيا هم التجار، روح اندونيسيا هم التجار، إفريقيا الآن الأسماء اللامعة كل واحد منهم يعادل ميزانية الدولة. الآن مثل محمد بن لادن، محمد العمودي، بن محفوظ، با دريق، با خشب، با عشب، با عشن، با البيض، با كثير، المهدي، أسماء لامعة. حتى يوم ذهبنا في آسيا إلى درجة قناة العربية أتت ببرامج اسمه حلقات كثيرة هجرة الحضارم، لأن صارت أسطورة. ليس أمر عادي، يعني تجد أهل البلاد ساكتين إلى يجي الحضرمي قلب الدنيا. أنا رحت أفريقيا، بنوك كاملة باسم حضارم. الآن يوم تجد المعارض عندنا مثلا تجد بنوك باسم الحضارم، وهو أول ما أتى عامل بسيط، ولا يوجد هذا في شعوب ثانية. يعني في شعوب فيهم تجار، أعرف في السعودية وفي سوريا وفي مصر تجار، لكن الحضارم هم أكثر تجارة. تولوا المناصب والرئاسة في آسيا، وفي يعني قصدي في مثل في ماليزيا، في اندونيسيا، وصلوا إلى رئاسة الجمهورية. نعم. الآن قرأت ابن خلدون، يعني صار هناك البلد اللي هو أثر، يعني أول جنس. ابن خلدون أصله حضرمي، هاجر إلى تونس. امرأ القيس هو عاش في نجد، لكنه هو من كندة من حضرموت. يعني شخصيات بارعة إذا دخلوا في السياسة صاروا نجوما. والمتنبي أيضا هو كثير من الناس يقول لك يا أخي أكيد أنه وراء سر هالمقال المتنبي، لأن المتنبي حضرمي الشيخ عايض كتب عنه. شوف، المتنبي هو من كندة، أصله من حضرموت. نعم. ولذلك ترى السقاف عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ألف أجمل كتاب في الأدب، أقوله بصراحة في برنامج أول مرة أقوله الآن، العود الهندي في مجالس الكندي. أبو الحسين يقصد المتنبي، الكندي عشان كندة من حضرموت. قصدي يا أخي أنت تشاهد معي، تتفق معي، يعني لاحظ الآن التجارات العالمية حضارم في العالم العربي والعالم الإسلامي. وقد سبق السقافي مثل دام القوت يقول سافر منا، يذكر الشخصيات. نعم. سماهم. واحد سافر فقير إلى الهند فتاجر، ثم أنشأ جاب تجارة، ثم أتى بصناديق معبأة من الذهب سبائك، وكان عنده 25 سفينة تمخر البحار. 25 سفينة. لكن ليش ما يعني أنت لو لاحظت الآن هم ينجحون أكثر في خارج بلدهم، جوة البلد ما يشوف لهم ذيك النشاط الكبير. هو من نجاحهم أنهم ما بقوا في مناطق إذا كان البلد ضعيف أو كذا، لأن حضرموت مثلا ما تجد عندهم ثروات، وحتى الطبيعة فيها جفاف وكذا إذا شاهدت، فلو بقوا لن يستطيعوا. لكن لما أتوا إلى الخليج مع البترول، وأتوا إلى آسيا، وأتوا إلى إفريقيا، يعني وظفوا الثروات، وأنشأ يأتي الواحد منهم فقير وينشي بنك، ويصبح عنده 5 طائرات خاصة يتنقل بها. لكن أنت ذكرت قلت ولئن تحدث الناس عن اقتصاد الحضارم وترشيدهم للمال فلقد قرأت قصصا وعشتها عن بذلهم تذكرك بكرم حاتم الطائي. أنت جبتها لوحدك. يعني كثير من الناس قد يتكلم عن الحضارم أنه ممكن يكونون يعني ما أقول بخل، ولكنه اقتصاد زائد، وأنت دافعت عنهم دفاع شديد. هم صحيح أنهم يذكروا لأن أصلا التاجر المقتصد المرشد ليس بخيلا. طبعا هم يعلقون الناس إذا شاءوا في مسألة زادوا تعليق. أنا أذكر من طرف واحد حضرمي صديق لي الأخ عبد الله بن خميس، يقول يذكر، هو قال يذكر عن حضرمي طاح من فوق السطح، عنده 3 أدوار، طاح قبل الغداء، سقط من على سطحه، فمر بالمطبخ، طبعا الطاقة هو نازل ميت، فصاح على أهل المطبخ: هل لا تحسوني بالغداء تراني ميت. لا خاف لا يزيدوا عشان ما يزيدوا. بينما تجد المشاريع الكبرى الآن ينشئها حضارم، يحفرون آبار ويبنون مساجد ويتبرعون. بل قرأت أنا في تاريخ مثلا السقاف يذكر يعني كرم مثل كرم حاتم الطائي. لما ذهبت إلى إندونيسيا وجدت مساجد، قلت من بنى؟ قال التاج الحضرمي فلان. أتينا إلى جامعة تنشأ، قالوا التاج الحضرمي، في سبيل الله ما أخذ عليه شيء.
فهذا هو الترشيد اللي يوصلهم إلى كذا. لكن المبذر المضيع، لكن تقول أنت عشتها، يعني أعطني قصص يعني من الناس أنت معانا عشتها. الحين، أنا اللي يقول عشتني أخذتني في جيبي لا مثلا يعني قصص أنا أدري مثلا محمد بن لادن، أنا أعرف أن الدولة السعودية يعني مهلت له وفتحت له الأبواب ونشطته، وكان مع مثلا الملك فيصل وفي رحمه الله وفي توسعة الحرمين وكذا الملك فهد، نعم. والملك فهد والملك خالد والملك عبد الله. لكن أيضا هم كان له دور أيضا، دور حيوي، دور خيري. يعني المناطق التي قام فيها مشاريع كان خير أيضا، كان يحفر آبار، كان يبني مساجد وغيره. العمودي أيضا، وأنا رحت أفريقيا وجدت الآثار هناك، وجدت مراكز إسلامية قالوا أنشأ فلان وفلان الحضرمي وسمونا الناس، وجدت مساجد بنوها قالوا هذا المسجد بناه فلان، بناه العمودي، بناه بن لادن. هذا ما ينكر الإنسان. فقضية هذه ليس لها رابط، ربما الترشيد هذا هو اللي أوصلهم لهذه الثروة التي نفعوا بها الناس. لكن هم يعني نتفق أنه مدرسة تستحق أنه الدراسة والاقتداء في جوانب يعني الإيجابية. حمد الجاسر، وأرجو أن تقرأوا مقدمة حمد الجاسر شيخ وعلامة الجزائر غفر الله له في إدام القوت، يعني عن الحضارم وعن رحلتهم وعن حتى إبداعهم. يا أخي بقى كثير الروائي المعاصر من حضرموت. نعم. وكثير من القامات التي في جدة، السقاف وزير الخارجية في عهد الملك فيصل منهم، العطاس، الأسماء اللامعة الآن منهم. بينما أنا ما أحتكر البلدان الأخرى، لكن البلدان الأخرى يجوا بحبات، يعني كم يعني عدد كذا، لكن هذول ظاهرة. أي نعم. تكلمت عن أنت أنا أشوفك عندك غير أنك من القصيم، لأن القصيم عندهم تجارة وعندهم ترشيد وكذا. وش الفرق بين القصمان والحضارم في التجارة يا شيخ؟ أنت عاصرت هذول وعاصرت هذول؟ لا والله أنعم وأكرم. يعني ما أستطيع أنا خذ راحتك يا شيخ، أن أقول تعرف أني أنا زي متهم بميلي إلى القصيم كثيرا، وأهل القصيم تعرف أنهم يحبونك، يعني مجروحة في أهل القصيم، وتعرف قصائدي فيهم، وأنا نعم. أحبهم وأتقرب إلى الله بذلك. وأيضا هم نفعوا الأمة، وكبار من تجارنا هم من القصيم، حتى تجد القامات الراجحي والأسماء نعم. التي تعرفها من تلك البلاد، وتعرف مناشطهم وخيرهم الذي عم الجميع، جزاهم الله خير. على طاري بدأنا في الفلوس وسوق الأسهم، يعني من الأشياء اللي اكتسحت الناس وأصابتهم بعلل، وتكلمت عنها في مقال ساخر وقلت الخليجيون وسوق الأسهم. قلت وغالب الشباب مع الطفرة فتح الشفرة وبسط السفرة ووعد نفسه بالكنز والبنز والجنز، ثم عاد يرعى العنز ويبيع البز ولا يجد الرز. ومنهم من أمسى في ثروة قارون وأصبح وقد ركبته الديون ثم أصيب بالقولون. قال الشاعر خلف بن هذال أمام خادم الحرمين ابتلشنا بالهوامير والسوق اندمر. يعني هذا المقال، حدثنا عن هذا المقال وعن هذه التجربة تحديدا اللي هي تجربة سوق الأسهم السعودي. سوق الأسهم هو جانا نحن قبل 5 سنوات، نحن السعوديون وحتى الخليج أو كذا، الخليج كله جانا عاصفة رملية وقاصفة في يعني يعزى منها، لأن الأصل المصاب بالمال مثل المصاب بالنفس، وهذا عسى الله عز وجل يجعلها كفاره، وعسى الله يرزق ويعيد سبحانه وتعالى ويقضي الدين على المدينين. فيعني جاءت لها أسباب، حتى خادم الحرمين يعني ذكر أنه هناك يعني مثل هوامير أو كذا، ووعد بمحاسبة مثل هؤلاء والترشيد، ثم جاب خطوات على كل حال. فهذه الظاهرة لما العجيب أنا متعجب أن نلدغ الآن في الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولدغنا 7 مرات. يعني الناس خرجوا من سوا، ثم وقعوا مع مثلا في مشاريع عقارية، ثم وقعوا مع المساهم الآخر، ثم طبوا في الأسهم، ومن نكبة في نكبة ولا يرتدعون، ما يتبون، يعود إلى السوق ما ينتبهون. لكن شيخ أنت دخلت في سوق الأسهم أو ما؟ أنا ما دخلت، لأني أنا تعرف أنا يعني كما يقولون نحن طلبة علم والدعاة، نحن يعني نريد قوت اليوم ومد رجلك على قد فراشك. لسنا طبعا الحمد لله لسنا بالأثرياء ولسنا بالفقراء، فنحن نعيش يعني عيشة وسط وعيشة كذا. طبعا ما عندنا، وإذا ذهب علينا يذهب على 200 300 ألف وكذا وهذه بس. أما بعض الإخوة 15 مليون، بعضهم 300 مليون، وبعضهم باع بيت بعضهم باع نعم بغى يبيع أطفاله بعض. لكن هذا الفكر اللي هو قضية إنه الربح السريع، الناس كلها تحب الربح السريع وهي مرتاحة، عشان كذا يدخلون في هذه المساهمات. هم ما أخذوا برأيي في مسألة المساهمة حتى وقعوا. هو لابد استشار هيئة اقتصادية، ويقول بعض الاقتصاديين كتبوا مقالات قلنا للناس ونصحناهم، لكن الإنسان حبك الشيء يعمي ويصم، والناس
يقول ذهبت السكرة وجت الفكرة. ما ينتبه الإنسان لحتى العاقل يرى الأمور وهي مقبلة، والجاهل يراها وهي مدبرة. لكن الذي فات فات، عسى أن نستفيد مما حصل في ترشيد يعني اقتصادنا، وعلشان تكون عندنا هيئات استشارية توجه الناس في مثل هذا. آمين. ما الذي بين الشيخ عايض القرني وزين الدين زيدان؟ نعرفه بعد الفاصل.